ازيكم؟ حديث الساعة دلوقتي كله عن طلب بيراميدز لتأجيل ماتش سيراميكا كليوباترا. المفروض هيلعبوا يوم 28، وعنده بعد كده ماتش يوم 1 العودة بتاع سان داونز، وعنده يوم 5 نهائي الكاس مع الزمالك. وكل الإعلاميين الغير محايدين اللي بينتموا للنادي الأهلي طالعين بيشددوا إن دوت مش نظام، وان ده نادي مش المفروض ان يتاجلوا ماتشات، وطالعين طبعا عمالين يدلسوا وعمالين يقولوا كلام كله تدليس. زي البوست اللي انا هطلعه لكم ده بني ادم مدلس اصلا طول عمره، وبيطلع على قناه الاهلي على فكره، وبيستضيفوا كابتن احمد شوبير. بني ادم حياته كلها تدليس. بيتكلم دلوقتي عن موضوع التاجيلات، وبيتكلم عن موضوع الانسحابات. ده بني ادم اصلا حياته كلها تدليس. لما تيجي تبص للبوست بتاعه وهو بيتكلم على ان الزمالك وافق على تأجيل ماتش الكاس من يوم 20 ليوم 5، ده كله عشان زيزو ما يلعبش مع الاهلي في كاس العالم للأندية. ودلوقتي ما عندوش مشاكل ان الكاس يتأجل تاني عشان بيراميدز يلعب النهائي بتاع افريقيا برضه عشان زيزو ما يلعبش كاس العالم للأندية. وبيتكلم ان دي مش عدالة، وبيتناقش ان فين العدالة. طب تعالى انا افكرك كده في 2020 في فبراير الابيض بتاع نادي الزمالك، لما كسب الاهلي في السوبر وكسب الترجي في سوبر افريقيا، وكان عندهم ماتش دوري، ورجع وقال يا جماعه ما ينفعش، انا عندي 3 ماتشات ما تنفعش، ورفضوا ان هم ياجلوا ماتش الاهلي. والاهلي بعت لاتحاد الكره رسمي انه رافض الماتش يتاجل، ومصمم الماتش يتلعب عشان يعوض خسارته في السوبر عشان هو قموصه. وطبعا اتحاد الكوره عشان خاطر هو حياته كلها بيمايل للاهلي وبيوافق الاهلي على كل حاجه، رفض تاجيل الماتش للزمالك. وهو طبعا فاكرين ساعتها الحركه الشهيره اللي عملها المستشار مرتضى منصور، وراح وداهم وبعت لهم الاتوبيس بالاشبال، وما راحش طبعا الاتوبيس. طيب دي نقطه، يعني دي اول حاجه. طيب في 2023 لما طلع كهربا وسب الزمالك وسب جماهير الزمالك في فيديو شهير وواضح، وجه الزمالك بعت قال ان لازم تطلع لجنه التظلمات، لازم تطلعي العقوبه بتاعت كهربا قبل ماتش السوبر في 2023. والاهلي بعت جواب ونزل بيان شديد للجنه التظلمات ولاتحاد الكوره ان هو مش هيسمح بمعاقبه كهربا، وشفنا تسويف في عقوبه كهربا، وبناء عليه الزمالك انسحب من كاس السوبر 2023. وبيراميدز اللي بيحاربوه دلوقتي هو اللي انقذ البطوله وانقذ مصر، منظر مصر، في 48 ساعه سافر الامارات ولعب السوبر مكان نادي الزمالك. ودي كانت سقطه لنادي بيراميدز، واحنا كلنا هاجمناها ساعتها، لان انت لحقت ناس ساعه الجد مش هتلحقك. وده اللي انت فيه دلوقتي. انت انقذت منظرهم وعملت لهم منظر في 2023 لما الزمالك انسحب من السوبر بسبب ازمه عقوبات كهرباء. انت اللي لحقت الموسم، وانت اللي لحقت المنظومه الرياضيه في مصر كلها، وخليت شكلها حلو لما وافقت انك انت تقوم بدور البديل وتروح تلعب مع الاهلي، واتظلمت تحكيميا واتضربت في الملعب واتهنت وما خدتش حقك. وهم بيردوها لك النهارده ان هم كلهم ضدك، عشان هي الناس دي كده. انت اللي اخترت غلط ساعتها. فهو جاي طالع عمال يدلس وعمال يتكلم. طب انت كنت فين ساعتها وما اتكلمتش على العداله؟ فين ساعتها وما اتكلمتش بمنطلق انك انت يعني اعلامي، او بيستضيفوك انك انت اعلامي؟ ما اعرفش انت ايه اصلا، انت بني ادم اصلا لا يفقه شيء في شيء، بس بيستضيفوك على ان انت اعلامي، وانا متاكد ان انا دورت وراك هلاقيك غير متعلم اصلا. تمام؟ فيا جماعه اعرفوا، احنا ما بنتكلمش في تاريخ من 10 سنين ولا من 15 سنه، مع انا ممكن اجيب لك تاريخ من 10 سنين و15 سنه. انا ممكن اجيب لك في 2016 في نهائي افريقيا بتاع الزمالك مع سان داونز، اتحاد الكره رفض انه ياجل ماتش الزمالك، وراح لعب مع اسوان في اسوان، راح لعب في اسوان ورجع لعب سان داونز. نفس اللي بيحصل النهارده مع بيراميدز لماتش بطوله الدوري. كلنا عارفين ان هو نادي واحد في مصر اللي بيتاجل له ماتشات، النادي الاهلي. ولا مره الاهلي اخر 7 سنين صعد 6 نهائيات افريقيا، ولا مره من ال6 اتحط له ماتش في النص ما بين نهائيات افريقيا، ولا مره. هاتولي اي موقف للاهلي كان عنده نهائي بطوله افريقيا واتحط له ماتش في النص. ولكن ده الاهلي. فخليكوا زي ما انتوا خايفين من الاهلي، وخليكوا زي ما انتوا افاقين، وخليكوا زي ما انتوا منافقين، ولكن في ربنا فوق الكل. وان شاء الله باذن الله بيراميدز كنادي مصري هياخد بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله الزمالك النادي بتاعي اللي انا بشجعه هياخد منهم كاس مصر. وان شاء الله المحكمه الرياضيه هتنتصر للحق وللعداله، وهتحط الفساد بتاع الرياضه المصريه كله عند حد، وهتخصم من الاهلي ال6 نقط. وان شاء الله بيراميدز ياخد الدوري، عشان نحط حد للفساد وللنفاق وللتدليس، عشان الامور زادت عن حدها تماما.